نقول إن تعداد وعد فضائل النبي صلى الله عليه وسلم، إن ذكر مناقب الرسول صلى الله عليه وسلم وخصائصه وشمائله ومحاسنه أمر تأنس به القلوب المؤمنة وتبتهج به النفوس الصادقة وتتعطر به المجالس الصالحة، كيف لا؟ وهو سيد ولد آدم، وهو إمام الخلق كلهم، وهو أحب العباد إلى الله عز وجل، فهو رسوله المصطفى ونبيه وخليله المجتبى بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه. لا شك أيها الإخوة الكرام بعد هذه المقدمة لا أشك أن قلوبكم الآن قد اشتاقت وحنت، لا أشك أن نفوسكم قد تاقت لمعرفة آثاره. إنه لا يعرف مكانة النبي صلى الله عليه وسلم إلا الله عز وجل، ولا شك أنه شرف يجن الشرف ضمقرا لنا، سواء المتحدث أو المستمع يجن الشرف يوني السور نغيوني يتسرن الموضوع الذي يكون فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. مرة السور الرسول صلى الله عليه وسلم المكان النش ثاني الله سبحانه وتعالى، حديث نشنف به آذاننا ونسعد به نفوسنا ونشرح به صدورنا، فإن الوقوف على مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم مما يحيي القلوب، مما يزيد في الإيمان. الكلام عن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ذي الإيمان، نسأل الله عز وجل أن يزيد إيماننا. والحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس حديثا عاديا. مرة تسور الرسول صلى الله عليه وسلم قد سورت خيجن الشعبة من شعب الإيمان، بل شعبة عظيمة من شعب الإيمان. اعلم أخي واختي في الله أن شأن الرسول صلى الله عليه وسلم عند الله لعظيم، وإن قدره لكريم، فقد اختاره الله عز وجل واصطفاه على جميع البشر وفضله على جميع الأنبياء والمرسلين، وشرح له صدره، رفع له ذكره، ووضع عنه وزره، وأعلى له قدره، وزكاه ربه في كل شيء. زكاه الله عز وجل، سيدنا ربي طهر الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء. زكاه الله عز وجل في ذكره، فقال سبحانه وتعالى: ورفعنا لك ذكرك. دايما قنذكاري عما ستنتو يعيش معنا، وتجي حما يفضل ربيع الأول، وتجي شنو مش تسن بعد الميوذان مرمي المورود عادي غتسن الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعرف عيسى ربي، فهو يعيش معنا ونعيش معه، مع سنته، مع هديه كل يوم، بل في كل نفس. فقد رفع الله ذكره في الدنيا وفي الآخرة، فليس خطيب ولا متشهد للصلاة للتشهد، ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ولذلك ما أحسن ما أجمل ما قاله حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه: أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال المؤذن في الخمس أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم.